السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نسوي نوع من أنواع المربى واللي هي مربى المشمش. وطبعا المربى المشمش من المربيات الكلش طيبة والكلش مرغوبة. عندي تقريبا 4 كيلوات من المشمش، راح أغسلها بهذا الشكل. بالبداية أغسلها وبعدين راح نرجع نشيل النوى من عندها، وبعدين راح نرجع نشوف شلون راح نسوي مربى المشمش. طبعا راح اغسل كل الكمية اللي عندي بهذا الشكل. واكو انواع من المشمش، اكو هذا النوع واكو النوع الاصفر واكو النوع اللي يكون احمر ويكون حجمه صغير، واكو النوع اللي يكون همينه اصفر ويكون بيه مثل النمش. طبعا انا اختاريت هاي النوعية. شوفوا ما شاء الله حجم الحباية كلش كبير، ولازم ما تكون او ما يكون المشمش اخضر، يصير مرورة بالمربى. طبعا اني عادة ما افتح المشمش، يعني من اسوي المربى احب اسوي مربى المشمش مثل ما هي كاملة، بس لان نزلت الفيديو على القناة فراح اسوي المربى بدون نوى. فراح افتح المشمش كلياته بهذا الشكل، اشيل النوى من عنده بهاي الطريقة. هنا كملت كل الكمية اللي عندي. راح نجي للشكر. طبعا 4 كيلوات الا شوية عندي من المشمش، طبعا اكيد راح ينقص من وزن المشمش بعد ما شلت النوى. فراح اخلي بالنسبة للشكر راح اخلي 1600 غرام من الشكر، يعني اكثر من 1.5 كيلو. وراح اضيف له مي اقل من الكاسة. انا ضفت هاي الكاسة الكبيرة شكر، يعني تقريبا 1600 غرام. وراح اضيف مي يكون اقل من الشكر، يعني يجي باصبع يكون اعلى من الشكر مثل ما شفتوا. وراح اخليه على النار بس يغلي وتغلى عندي الشيرة. راح ارجع اضيف المشمش مثل ما واضح قدامكم بالفيديو. اكو ناس يجيبون مثلا المربى يخلون مثلا هسه عندنا مشمش يخلوه بالجدر ويضيفون فوقه الشكر ويضيفون فوقه المي ويخلوه يغلي الى ان يصير المربى. هاي طريقتي بعمل المربيات. هاي الطريقة انه اول شي اخلي الشكر وبعدين ارفعه على النار يغلي، وبعدين ارجع اضيف الفاكهة او الشي اللي اني اريد اسويه مربى. طبعا راح اضيف كل كمية للشيرة واخليها تغلي. وبالنسبة للمربيات حسب، هسه عندنا التين يحب الشكر مو مثل المشمش، يعني اكو نوع من المربيات يعني يحتاج لها شكر اكثر. يعني هو بالعادة لكل كيلو مشمش نص كيلو شكر، بس اني خليت اقل لان مثل ما قلت شلت النوى. هنا انا خليت كل الكمية اللي عندي بالشيرة وراح انتظر عليها تغلي. وطبعا أنا حولت المشمش بجدر ثاني لأنه ذاك الجدر كان صغير، فخفت إذا تفور المربى راح تنطش عندي على الطباخ، فحولته بجدر أكبر. بعد ما خليت المربى راح أخليها على الهيتر لأن هذا الجدر عندي يشتغل على الهيتر. وراح أشيل هاي الرغوة اللي طلعت على وجه المربى. اكو ناس يسموها رغوة، اكو ناس يسموه وغف، لان اذا ظل راح يلزق بالمربى وطبعا اكيد ما راح تنطي شكل حلو. فراح اشيله بهذا الشكل قبل لا اضيف الهيل والليمندوزي للمربى. طبعا كل ما شفت انه طالع ملتم على الوجه او ملتم الرغوة على الوجه راح ارجع اشيلها الى ان اتخلص منها. طبعا اكيد يظل من عندها لازق بالجدر، يعني ما نقدر نتخلص منها بشكل نهائي. فقدر الإمكان نشيل هاي الرغوة اللي تطلع على وجه المربى. بعد ما شلت الرغوة راح أضيف تقريبا نص ملعقة كوب من الليمندوزي. طبعا عندي هذا الليمندوزي كلش حامض، فأضفت نص ملعقة كوب وأحركه بهذا الشكل. أحرك المربى بهذا الشكل، ومثل ما تشوفون الرغوة الموجودة أشيلها من المربى. بعد ما شلت الرغوة هسه راح أجي أضيف الهيل للمربى. طبعا احنا او بالنسبة لي خاصة اني المربيات اللي اسويها كلياتها يعني اي مربى كانت اضيف لها الهيل. احنا بالنسبة لنا الهيل يعني شي ضروري بالمربى. فراح اضيف كمية من الهيل بهذا الشكل. طبعا هاي الكمية قليلة بالنسبة لي، فراح اضيف بعد هيل بعد ما استوت عندي المربى واخليه على الوجه. هو راح
يذب الطعم مالته بالمربى. طبعا راح أخليها تبرد وبعدين راح أرجع نعبيها بالعلب. طبعا خليتها تبرد وهنا أنا رجعت أعبيها بعلب زجاجية، وأهم شي تكون العلب معقمة ونظيفة وما يكون بيها مي، لأن في حال إذا كان مي بالعلبة أو بالخاشوقة اللي نستعملها راح تحمض عندنا المربى خلال يوم أو يومين، حتى من نجي نطلع المربى للأكل. وأنا ذكرت هذا الشي بفيديوهات سابقة. لازم الخاشوقة اللي نستعملها أو الشطل ما يكون بيه مي نهائيا. أنا كملت تعبئة المربى وخليت الهيل على وجه المربى مثل ما واضح بالفيديو. هنا أنا راح أسد القبضات مال العلب بشكل كلش زين، وراح أجي أمسح العلب. هسه راح أجي أمسح العلب. تريدون بقطعة قماش تكون نظيفة أو بالورق المطبخي اللي هو الكلينس اللي نستخدمه بالمطبخ، بالقطعتين من الكلينس بهذا الشكل، وأمسح العلب حتى إذا أكو عليها شيرة لا تظل موجودة على العلب. فراح أمسح العلب بهذا الشكل، ما راح أخلي العلبة جوا الحنفية، وأنا ذكرت هذا الشي بفيديو سابق حتى لا يدخل المي على المربى وتخرب عندنا المربى. بعد ما مسحت العلب بالورق المبلل راح أرجع أنشف العلبة بقطعة كلينس أو ورق مطبخي تكون يابسة. وهذا الشكل النهائي للمربى. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الوصفات اللي أنزلها من خلال مطبخي المتواضع.